اللي هو ايه يعني؟ ما تدفع وانت يعني انت يعني يفرق معاك ايه ال 10000 جنيه ولا 20000 جنيه؟ ده انت قاعد بتكسب. وانا بكسب من بيت ابوك، انا بكسب من عرقي. ما حدش كلم الناس اللي بره دي كده. والنهارده اقتراح كده برضو غريب، قال لك ما تدفعوا كل واحد 5000 دولار. طب ما تعلقوهم من رجلهم في المطار، كل واحد وهو جاي يدفع ليه هم عملوا ايه وحش؟ واللي طالع يقول له ايه؟ يقول له انتوا فاكرين كنتوا بتغيروا الدولار بكام؟ طب وانت كنت عايزه يغيره بكام؟ انت هنا كنت بتغيره بكام؟ اشمعنى انا يعني؟ يا جماعه احنا فينا طبع غريب، اما نعوز حاجه من حد ابناء مصر هم دول اللي واقفين جنب مصر، دول محولين 40 مليار السنه دي، دول اول ما قلبت عليهم ايه فلوسك؟ صحيح زي ما قال عمرو اديب كده بالظبط، ما تعلقونا من رجلينا اول ما ننزل المطار. ايه رايكم؟ يعني كل واحد ما يسكت ويقول خلاص بقى اتكلم في الموضوع ده كتير ومش هتكلم تاني. بتقعدوا انتوا بقرارات مستفزه وكلام غريب، تطلعوا كلام غريب بتخلوا الواحد عايز يرد عليكم. سياده النائبه المحترمه في مجلس النواب مطلعه قرار تقول لك اللي مش عايز يدفع جمارك على تليفونه او ضرايب على تليفونه من المغتربين يدفع 5000 دولار. ده بجد؟ هو انتوا مفيش حد بيحاسبكم على القرارات اللي انتوا بتطلعوها ديت؟ مفيش حد بيدور وراكم على الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو انتوا بتفكروا في الكلام اللي انتوا بتقولوه ده قبل ما تقولوه؟ يعني تليفون شارياه من فلوسي ومن شغلي، انا بصحى الساعه 5 الصبح علشان اروح شغلي، وقلت الكلام ده كتير، جايباه ب 1200 1300 تقسيط، جايباه ب 1200 او 1300 تقسيط لمده سنتين، لان الشركه هنا بتسهل لك كل حاجه. اجي انزل ادفع لك 5000 دولار ليه؟ او ادفع لكم 5000 دولار ليه؟ هو ايه؟ هي جبايه ولا قتاوه ولا هو فرض سيطره ولا ايه بالظبط؟ عايزه اعرف ايه. يعني محدش بيحاسبكم على الكلام اللي انتوا بتطلعوه ده. كفايه الناس طالع عينها في مصر، جايين تطلعوا عيننا احنا كمان هنا. يعني موفر لكم كل حاجه في مصر، موفر لك انك تدور لي على فرصه عمل، وموفر لك ان انت تدور انك توجد مكان لاولادي في المدارس، وميه وكهرباء وغاز وعيشه وكل حاجه، ومسافره بره اساعد نفسي واساعد اهلي. جاي تقول لي لا انت تليفونك تدفعي عليه جمارك او تدفعي عليه ضرايب، يا اما تدفعي 5000 دولار. لا وغيره قبل كده واحد شايفاه على التلفزيون جاي يقول لك المصري احنا نفرض عليه يدفع 100 دولار كل شهر ومش هيمانع. هو انا اقدر امانع يا عم؟ انت هو انت ايه بتثبتني؟ جبايه هتدفعني 100 دولار كل شهر ليه؟ عشان ايه؟ هو انا بشتغل في بيت ابوك؟ انا بشتغل في بلد تانية بعيد عنك خالص، حرة بشتغل. يعني ده انت ناقص تقول لي ايه اخبار الاوفر تايم. لا وواحد كمان برضو جاي يقول لك تجديد الجوازات في مصر ب 1200، انما تجديد الجواز بره مصر للمصري المغترب ب 22000 جنيه. الجواز اللي مش هعمل بيه حاجة اصلا. ليه حضرتك؟ ليه؟ ايه التساهيل والحاجات الجميلة والقرارات العظيمة اللي انتوا بتطلعوها دي؟ يعني خلوتوا الواحد يطلع من هدومه في مصر، وجايين انتوا هنا تعاملونا كأننا مرات ابوكم، كأننا مرات ابوكم. مصريين داخل ومصريين خارج، وكأننا فصيل منفصل عن الشعب المصري، كأننا مش مصريين بنتعامل وبيطلع كلام مستفز لينا، كأننا مش مصريين، بتعاملونا كأننا مش مصريين، كأننا مش منكم. ليه؟ لا والبازا فندي طالع يقول لك هو المصريين وقفوا جنب البلد في ازمتها لما كانوا بيغيروا الدولارات في السوق السوداء. او انت كنت بتغيره بكام؟ ساعات السوق بيفرض حاجه على الناس بتبقى غصب عنهم، وبعدين لو احنا ما بنحولش فلوس دولارات. احصائيه اللي انتوا طلعتوها دي احصائياتكم انتم، 40 مليار دولار في السنه، جت منين؟ الاحصائيه دي جت منين؟ مش دي احصائياتكم؟ مش ده كلامكم؟ يعني انا مش لاقيه كلام اقوله. كل ما الواحد يسكت بتقعدوا تطلعوا في قرارات وكلام غريب، بتخلوا الواحد عايز يرد عليكم. ليه؟ احنا مش مرات ابوكم، احنا ناس عاديه شغاله بره وبتنفع البلد وبتنفع اهاليها. ارحمونا من قرارات غريبه وكلام غريب كل شويه تطلعوه، وقرارات غير مدروسه ومش عارفه ايه الغرض منها.
مش عارفه ايه الغرض منها غير انكم تستفزوا المصريين اللي في الخارج. يعني دلوقتي اللي بيبعت لاولاده فلوس بالدولار او يبعت لاهله فلوس بالدولار هيبعت لهم مصري، لان هنا في اوبشن انك انت تختار الفلوس دي تتبعت مصر ولا تتبعت دولار. احنا قوه على فكره، احنا قوه، ما تستهينوش بينا. ارجو اللي يطلع قرار مدروس يمشي او يتراجع في قراره، يقول له تعالى ازاي طلعت الكلام ده من بقك؟ ازاي تليفون ب 1200 تدفع عليه $5000؟ ازاي تليفون ب 1200 ادفع عليه $5000؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ يقول لك التليفون طالما انت جايبه ب 60000 جنيه ادفع، وانت قدمت لي ايه عشان ادفع عليه؟ ايه الخدمه اللي انت قدمتها لي عشان ادفع لك؟ يعني كفايه الناس طالع عينها في مصر، كفايه بقى، كفايه. ها